يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لخوض المباراة المرتقبة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فوز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل، ويتبقى له نقطتين فقط لحسم اللقب، وفوز نادي الزمالك على فيوتشر ب3 أهداف مقابل هدفين ليحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة. وسيلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري العام المصري يوم الخميس القادم 13 يوليو في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل النادي الأهلي المباراة القادمة في صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 75 نقطة وبفارق 8 نقاط عن نادي بيراميدز، بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة. وسبق وتقابل النادي الأهلي مع نادي الزمالك في بطولة الدوري العام المصري في 125 مواجهة، حقق الأهلي الفوز في 48 مباراة وحقق الزمالك الفوز في 27 مباراة، وتعادل الفريقين في 50 مباراة. وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز النادي الأهلي ب3 أهداف دون مقابل في منافسات الجولة ال14 لبطولة الدوري المصري لهذا الموسم. وأعلن الاتحاد المصري عن عدد الجماهير التي ستتواجد في مباراة القمة القادمة، حيث تم الإعلان عن حضور 6000 مشجع للمباراة مقسمة بين الفريقين بواقع 3000 مشجع لكل فريق. ومن الممكن أن يحصد النادي الأهلي اللقب قبل مباراة الزمالك القادمة، وذلك في حالة تعادل أو خسارة بيراميدز في مباراته القادمة أمام سيراميكا كليوباترا يوم 12 يوليو في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. ويسعى النادي الأهلي للفوز والتتويج بلقب الدوري المصري بعد غيابه لمدة موسمين بعد تتويج نادي الزمالك باللقب آخر نسختين، كما يسعى نادي الزمالك للفوز بالمباراة لتعويض جماهيره عن خسارة اللقب، خاصة أن هذه المباراة بمثابة بطولة خاصة لكلا الفريقين.